السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله غادي نقدم لكم اليوم كنافه منزليه كتجي احسن ملي كتباع من على برا. غادي نحضروا كذلك العجينه ديال الكنافه، غادي نعطيكم طريقه سهله باش تنجح معكم. وكما كتسمعوا معايا تقرميشه كتجي لذيذه بزاف، مقرمشه شاربه العسل ورائعه في المذاق. ما نقولش لكم، تبعوا معايا الطريقه ديال التحضير مع المقادير وفرجه ممتعه. وغادي نبداو بتحضير العجين ديال الكنافه. غادي نحتاجو هنا 2 كيسان من الدقيق الابيض الخاص بالحلويات. غادي نضيفو ليه نصف كاس ديال النشا الذره. غادي نضيفو كذلك 2 كيسان ونص من الماء اللي يكون ماء بارد عادي من الصنبور. وغادي نضيفو 4 ديال المعالق كبار من الزيت النباتيه. ومن بعد غادي نخلطوا هاد المكونات كاملين مزيان. غادي نخلطهم فقط بالضراب اليدوي حتى كيصبح لنا الخليط ديالنا املس، وكنتاكدوا بانه ما بقاوش عندنا اي حبيبات. ولا بغيتوا يعني باش يجيكم الخليط ديالكم 100% ما فيه حتى شي كويرات، كتصفيوه في الصفايه باش هكا ملي كديروه في البوش ديالكم ما كيحصلوش لكم هذوك الكويرات في الاسفل ديال الجيب الحلواني. هنا كنصفي الخليط ديالي مزيان بهذه الطريقه. وكما غتلاحظوا معايا راه غادي يبانوا لكم هذوك الكويرات بحال هكا ديال الدقيق. هادو هما اللي كنحاولوا اننا ما نخليهمش في الخليط ديالنا. اذا هذا هو القوام اللي كنتحصلوا عليه. من بعد غادي نفرغوه مباشره في جيب حلواني او لا الا عندكم بلاستيكه، المهم اي بلاستيكه متوفره عندكم في حاله ما توفرش لكم البوش. لكن صراحه بالبوش كيجيكم الخدمه اسهل وما كيعذبكمش في الخدمه ديالو. هنا تنفرغ الخليط ديالي كما قلت لكم. فرغوا الخليط كامل الا كان عندكم البوش كبير. من بعد هنا غادي ناخذ واحد المقلاة اللي تكون ما كتلصقش، من الافضل انها تكون كبيره. وغادي ناخذ هكا الخليط ديالي، كندير واحد الثقب في الجيب الحلواني اللي يكون صغير من الاحسن باش كتجيكم كنافه ديالكم رقيقه. غادي نبقى كنشكل هكا خطوط بهذا الشكل، وراه بسرعه كتقصاح العجينه ديالنا. ما تنخليوهاش حتى كتحمر او لا، فقط غير كيبانوا لينا دوك الخطوط كيتقلعوا هكا شي شويه من المقلاة، صافي كنحيدوها وكنوضعوها في منديل اللي غادي نغطيوه بها باش ما كتبقاش لينا قاصحه بزاف. صافي تنبقاو بنفس الطريقه حتى كنكملوا العجينه اللي عندنا كامله. هذه هي الكميه اللي خرجت ليا، عطاتني 200 غرام بالنسبه المقادير اللي حضرت معكم. صافي هنا غادي ناخذ الكنافه ديالي، غادي نوضعها في واحد الاناء، ثم غادي ناخذ مقص وغادي نبقى كنقطع فيها بحال هكا قطع اللي يكونوا صغار، او تقدروا تقطعوها غير بايديكم. بعد هنا غادي ناخذ الزبده. انا بالنسبه لي هنا استعملت الزبده الحيوانيه، تقدروا تستعملوا كذلك النباتيه، لكن هذه كتلذذ لنا الكنافه ديالنا اكثر. عندي هنا 3 ديال المعالق كبار عامرين ما يعادل 90 غرام. غادي ندوبها ونضيفها على الكنافه. ومن بعد غادي نبقى تنلبسها مزيان بهذه الطريقه. حاولوا كل شعيره ديال الكنافه تجي هكا ملبسه مزيان بالزبده. غادي ناخذ هنا المول اللي غادي نشكل فيه الكنافه ديالي. بالنسبه لي انا غادي نحضرها بشكل فردي، تقدروا كذلك تشكلوها هكا في مول اللي يكون دائري كبير ولا مول عائلي. هنا غادي نبقى تنوضع هكا نصف الكميه غادي نوضعها من الاسفل، وغادي نطلع الجوانب ديالها هكا شي شويه. وكذلك غادي نحاول هكا نبقى تنضغط عليها بكاس باش كتجيني مسطحه مزيان. ثم من بعد غادي نعمرها انا هنا بالقطع ديال الموتزاريلا. نتوما تقدروا تعمروها باللي حبيتو، اما بالمكسرات او لا بالكريم باتيسير او لا بالكريمه اللي تنحضروا بالحليب مع زهر ونشا. فقط هذا كيبقى اقتراح، لكن صراحه بهاد الموتزاريلا كيجي داك المذاق ديال الملوحه مع الحلاوه، كتجي واحد المزيج اللي رائع خطير جدا، كتجي لذيذه بزاف ما تشبعوش منها. صافي هنا تنبقى تنوزع هاد القطع ديال الموتزاريلا بهاد الطريقه، وغادي نعاود نغطيها مره اخرى هكا بالعجينه ديال الكنافه بهاد الشكل. هذا راه ساهله بزاف طريقه ديال التحضير.
ومن بعد غادي ندخلها الفران اللي يكون مسخن من قبل على درجه حراره 180. وملي كندخلها كنقص العافيه على درجه حراره 150 حتى كتاخذ ليا لون ذهبي محمر. وفي الوقت اللي كطيب لينا الكنافه ديالنا غادي نحضروا السيرو. غادي نحتاجوا ليه كاس ديال سكر سنيده مع كاس الا ربع من الماء. نضيف ليه واحد ساشي ديال سكر زهره البرتقال اولا 2 معالق كبار من ماء الزهر. غادي نخلطوا هذا الشيء مزيان ومن بعد غادي نوضعوه على نار اللي تكون معتدله حتى كيصبح لنا الخليط ديالنا بهذا اللون هذا. كيجي اللون ديالو بحال اللون ديال الكراميل ولكن على شكل سيرو. غادي نبدا كنسقي به الكنافه ديالي بعد ما خرجتها من الفران. بالنسبه اما تكون الكنافه سخونه او لا سيرو ديالكم بارد او لا الكنافه تكون بارده والسيرو ديالكم سخون باش بحال هكا تشرب لينا الكنافه ديالنا مزيان هذاك السيرو وما تجيناش معجنه. صافي هنا بعد ما كنسقيها بهذه الطريقه تنخليها حتى كتشرب مزيان السيرو وكنزينها بهذا الشكل. انا درت تزيين بسيط جدا، درت حبه ديال اللوز فوق كل حبه ديال الكنافه وصافي تنقدمها بالصحه والراحه. تقدروا كذلك تقدموها في كويطات، انا ما توفرش عندي. وصافي هذا هو الشكل النهائي ديالها. كما كتسمعوا معايا صوت القرمشه راه كتجي رائعه جدا في المذاق ديالها وبالمذاق ديال الجبن اللي كيعطينا الملوحه ومع الحلاوه تتجي واحد كيجي مذاق متوازن ولذيذ بزاف. كنصحكم بالتجربه ديالها. وشكرا على حسن المتابعه ديالكم. الى وصفه قادمه ان شاء الله وبسلامه عليكم.